السلام عليكم، ويا صباح الفل والياسمين عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن احوال. صباح يوم جديد كله طاقه ونشاط وحيويه وبركه ان شاء الله. النهارده زي ما انتم شايفين كده عملنا فطار حلو كده، وقلت على طول اروح اجيب ابني من الحضانه. طبعا جوزي كان جه بقى الساعه كده حوالي 9:30 او 10. فعملنا بقى الفطار وفطرنا وشربنا الشاي وكده، ورحت على طول اخدت ابني الصغير ورحت بقى ايه اجيب ابني من الحضانه. حبيت ان انا اوريكم كده شكل الحضانة وشكل الدنيا هنا عامل ازاي. وبعد ما رحنا الحضانة ركبنا الباص ورحنا بقى نشتري شوية حاجات من السوبر ماركت. جبنا شعرية وجبت بقى الصينية القمر دي حلوة جدا وخامتها ما شاء الله جميلة. هي ميلامين يا بنات بس ما شاء الله تحفة. وجبت كمان فنجان بقى القهوة عشان الفناجين بتاعتي كلها اتكسرت مش عارفة فجأة كده. فجبت لي واحد كده وقلت كل ما اروح اجيب كمان واحد يبقى عندي طقم. فجبت بقى الشكل الحلو ده، هو شبه شكله رمضاني قوي كده بس جميل جدا ما شاء الله. والشرب فيه كده حلو، يعني انا جربته معاكم وهتشوفوا برضو وانا بعمل فيه القهوة. وجبت كمان بقى الصينية دي الميلامين. دي كان سعرها يورو 70، وبرضو الفنجان كان سعره يورو 70. والسوبر ماركت ده اللي هو بتاع اسكرفانيدس كان عامل عروض النهاردة على المكرونات كلها ب54 سنت. تمام. فهي عرض يعني جميل جدا ما شاء الله. أول مرة أصلا يعملوه كده، لأن هو دايما كان بيكون ب1 يورو. وبرضه في الماي ماركت ب94 سنت. هي برضه اللي هو أرخص سوبر ماركت يعتبر الليدل، بس بيبيعها ب60 سنت. فالصراحة لما لقيت ده كده فقلت بقى تاني يوم كده كده العرض هيفضل مستمر شوية. فتاني يوم ان شاء الله نبقى نروح بقى نجيب مشتريات الشهر من عندهم المرة دي. هنا بقى رحت اعمل شوية عدس كده حلوين، الجو عندنا برد قوي وزي ما انتم شايفين كده الدنيا مغمية عندنا جامد. رحت جبت بقى حوالي كوباية كده الا ربع من العدس، حطيت عليها بصلاية، حطيت عليها كمان 3 فصوص توم، حطيت عليها بطاطساية وطماطمايه. لو عندك جزر حطي جزر بيبقى حلو جدا وبيديها لون اصفر كده وبيبقى ما شاء الله تحفة. بس الصراحة أنا ما كانش عندي فحطيت بس الحاجات دي. حطيتهم بقى ورحت حطيتهم على النار وجبت برضو الرز بتاعي. عايرت كده 3 كوبايات رز وغسلتهم ونقعتهم كده شوية علشان ايه ربنا يبارك فيهم كده، وبتحس ان هما لما بيتنقعوا بينفشوا كده وبتحس ان الكمية ضعفت. فحلوة يعني بحب اللي انا انقعه كمان بيحوش اي نشا منه. فده برضو بيبقى كويس علشان النشا لما انت بتعمليها في الحلة بتاعتك الستانلس او الألمونيا، فبتلاقي دايما أرضية الرز تنشف منك. فلما بقى بتعملي يعني بتبقى نقعاه فالنشا خالص، يعني النشا بيروح منه خالص. فبيبقى معاكي بقى حلو كده ومظبوط. يلا بقى نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. وتعالوا بقى احنا طبعا اتغدينا وظبطنا الدنيا، بس برضه معرفتش اصور معاكم الغدا لان كان كله جاي جعان وما كانش فيه وقت خالص خالص للتصوير. فقلت خلاص مش مشكلة، احنا هنعمل مع بعض اصلا روتين كده، كنت عاملة حسابي ان الروتين ده يكون مسائي كده هيكون بسيط يعني. فقلت ان انا انزل لكم يعني الفيديو عشان ما اتاخرش عليكم، وفي نفس الوقت برضو قلت اصور كده ايه واشجع نفسي من اول وجديد في التصوير والحاجات دي. فهنا زي ما انتم شايفين قلت اغسل بقى الصفايه بتاعه المواعين ديت. بصوا يا بنات، احلى حاجه احلى حاجه جربتها لها الصراحه وطلعت يعني خليتها بتنضف هي الفرشه. لان الفرشه بتدخل في الزوايا اللي هم زي ما انتم شايفين اللي هي الزوايا الصغيره دي او الفتحات الصغيره دي. الفرشه بتدخل من في قلبهم وبتنضفهم كويس قوي. لما بتغسليها بالاسبونشة ما بتنضفش، لو غسلتيها برضو في السلكه ما بتنضفش. لازم تحطي السلكه كده، تجيبي سلكه ناعمه وتحطيها كده ما بين الفراغات. فبتبقى يعني تاخد منك وقت كبير قوي وبتفقعك الصراحه. فلا، انا الصراحه اول لما جبت الفرشه وجربتها فيها لقيتها ما شاء الله جميله وبتنضف وزي الفل. فقلت بقى اغسلها الاول بالفرشه وانضفها كده وبعد كده اعيد عليها بالاسبونجه وخلاص، واغسلها بقى واشطفها كويس قوي بالميه. وطبعا المسحوق بتاعي او الصابون السائل انا حاطه فيه برضو خل علشان التعقيم والتنظيف والحاجات دي كلها. تمام. بس غسلتها كده. وطبعًا المصفى دي أنا باغسلها يا بنات يومين يعني باغسلها يومين لأ، ويوم يعني باستنى عليها يومين وبعد كده باغسلها في التالت.
بس كنت الأول باغسلها يوم ويوم وكل يوم، بس الصراحة يعني هي بتبقى نضيفة فاهماني، فبس أنا باغسلها للتعقيم بس مش أكتر ولا أقل، وبرضه كل يوم بعد ما باصفي المواعين على طول بارمي المَيّة يعني مش باسيب المَيّة في قلبها، لو سِبت المَيّة في قلبها بتعمل ريحة وحشة، وبتبقي مضطرية بقى غصب عنِك اللي أنتِ تقومي وتغسليها، بس على طول أول ما تشيلي منها المواعين صفّيها وحطيها على جنب تتصفى، تفضل معاكِ يومين حلوة جدًا ونضيفة. بعد كده خلاص بقى أنتِ عشان تعقيم برضه وتنضيف فعلى طول تقومي برضه غاسلاها بشوية مسحوق وشوية خل وهترجع معاكِ زي الفل. عملنا بقى بعد الغدوة الحلوة دي كوبايتين كده شاي، مش كوبايتين زي ما أنتم شايفين طقم شاي كده حلو ومحترم، وعملنا كمان كان عندي بسبوسة برضه قدّمت منها كنت شارياها من برّه، فكان بقى يعني يوم حلو كده وبسيط، إحنا كنا بنصلّح العربية بتاعتنا فعشان كده صوتي بقى ضايع كده علشان كنا برّه وكده وكان في هوا، وكنا واقفين بقى بنشوف العربية وتصليحاتها وكده، فعشان كده الصوت رايح خالص. فيعني باحاول إن أنا أتكلم وإن شاء الله الصوت هيضبط كده بعد ما ندخل كمان شوية في الفيديو. فعملت لهم بقى طقم شاي وجبنا شوية بسبوسة كده وقعدنا، بعد طبعًا ما العربية أصلًا اتصلّحت بس لسه برضه ما اتصلّحتش، فيها شوية عطلات كده، فاحتمال أصلًا إن إحنا نبيعها ونجيب واحدة تانية، يعني هنشوف برضه الدنيا هتمشي معانا على إيه. فزي ما أنتم شايفين قُلت بقى أشطّب معاكم كده الدنيا والمواعين ديّة، عندي شوية مواعين بتوع غدا بس ما فيش أكتر ولا أقل، بس عندي حلة كانت من امبارح، فقُلت بقى كلّه كده مع بعضه أغسله معاكم كده وأشجّعكم وأنشّطكم، طبعًا شكل الرغوة والحاجات دي بتبقى حلوة وبتفتح كده النِفس، تحسّي إن أنتِ عايزة تقومي وتتشجّعي من أول وجديد وتقومي كده وتعملي كل حاجة في بيتِك. طبعًا البيوت كلّها الأيام دي مش مضبوطة خالص، عشان طبعًا الصحيان بدري، الناس اللي ما كانتش بتصحى بدري دلوقتي برضه بيبقى يعني عليهم ضغط برضه الصحيان بدري وتودية العيال بقى الحضانة أو المدارس أو كده، فتحسّي بقى إن الضغط أوي والبيت كلّه مضغوط وما أنتيش عارفة تعملي إيه ولا إيه، فنظّمي بقى دي نيتِك كده من ساعة ما تصحي من النوم. اصحي من النوم اشربي لِك فنجان قهوة حلو كده والّا كوباية شاي والّا يعني مَج كده نسكافيه أو كابتشينو كده من اللي أنتِ بتحبيه، وضبّطي فوّقي كده وصحصحي وابتدي على طول كده صلّي على النبي كده واستعيني بالله، وابتدي على طول في بيتِك، يعني ما تستنيش. اعملي بقى لنفسِك نظام إن أنتِ خلاص أنتِ صحيتِ من النوم، تشطّبي دنيتِك، تشطّبي مطبخِك، تشطّبي شقتِك، تشغّلي على الأكل كمان لو أنتِ يعني ولادِك وجوزِك بيطلعوا خلاص بعد الساعة 13:00 فتشطّبي كمان يعني خلّي اليوم كلّه الصبح، يعني حوّلي يومِك للصبح فاهماني؟ فخلاص أنتِ شطّبتِ دنيتِك ومواعينِك وحاجتِك وأكلِك وشربِك وكلّه تمام، تمام كده، ولادِك جُم واتغدّوا، قومي على طول بقى اغسلي مواعينِك وشطّبي الدنيا وكده، والدنيا بقت رايقة عندِك، على طول ادخلي بقى خدي لِك ساعة كده حلوة نامي فيها وارتاحي وريّحي جسمِك، اللي هي القيلولة أو القيلولة دي حلوة جدًا يا بنات، مفيدة جدًا ليكِ ولصحتِك بُصّوا هي ديّة المفيد كلّه، إنِّك تنامي لِك كده ساعة أو نُص ساعة الضهرية دي بقى مش عايزة أقول لِك، ما شاء الله يا بنات بتفوّقِك وبتخلّي لِك يعني بتخلّيكِ بقى قادرة إن أنتِ تستمري بالليل تاني، هتقدري بقى بعد كده إن أنتِ تعملي العشا والحاجات دي كلّها. فأنتِ اعملي لنفسِك نظام وسيستم امشي عليه، إن شاء الله ربنا هيبارك لِك في وقتِك ودنيتِك، بس استعيني بالله كده، وطبعًا على طول يعني قولي كده استعنت بالله وقومي، يعني ما مش تقومي كده وخلاص لأ، حُطّها نيّة كده في قلبِك إن أنتِ قايمة تعملي شغل بيتِك لله، كل حاجة اعتبريها لله وحُطّي النية لله، إن شاء الله ربنا هيقف معاكِ وهيكون سندِك وضهرِك لإن في دنيتنا دي مش هتلاقي أكتر من سَنَد وضهر غير ربنا الصراحة. ف ف يعني عايزة أقول لِك إن أنتِ طول ما أنتِ حاطة في دماغِك إن أنتِ يعني ممكن تجيبي حد أو تعملي حد أو كده مش هتعرفي، لإن طبعًا كل واحد دلوقتي في حياته، كل واحد محتار في حياته أصلًا، والدنيا بقت صعبة وكل واحد بقت صحته على قدّه، أنا مش عارفة يعني سبحان الله آخر فترة تحسّي الناس كلّها بقت صحتها على قدّها، ما حدش عاد قادر إن هو يقوم بشغل بيته، فيعني ما تطلبيش الخدمة من حد، أنتِ قومي استعيني بالله أول حاجة، وكمان علّمي ولادِك برضه النظام والترتيب علشان برضه يريّحوكِ شوية.
ما تبقيش اللي انتي كده عايشة همجية وخلاص، لأ، علمي ولادك النظام والترتيب، علمي نفسك. طبعا عايزة اقولك ان هما هياخدوا منك يعني حوارات لحد ما يتعلموا، بس مش مشكلة، احنا كده كده بنربي وبنعلم، مش مشكلة نربي كمان بالموضوع ده شوية، يعني نزود فيه شوية، أهي حاجة هتريحك شوية. لو بعد كده مثلا تعبتي أو كده، عندك ابنك الكبير، عندك بنتك الكبيرة، هتلاقيهم واقفين جنبك وبيساعدوك، أحسن من إنك تطلبي من حد غريب. أصلك هتيجي تطلبي مثلا وانتي عندك عيلة مثلا، أو بنوتة كبيرة أو شاب كبير، يعني خلينا في البنات. لو عندك بنوتة كبيرة مثلا وجيتي تعبتي في يوم، وجيتي مثلا تطلبي من أختك تعالي ساعديني، هتيجي تساعدك، بس هتحط في دماغها تقول لك طب انت جايه تطلبي مني اللي انا عندي بيتي وولادي، وانت عندك عروسه ما شاء الله، مش مخليها تعمل حاجه ليه؟ فبص الناس بتزعل، والناس بيبصوا على كده، وهما برضو بيبقى عندهم حق، يعني انت عندك بنتك ما شاء الله كبيره، تطلبي ليه بقى من ديت ولا من ديت ولا من دي؟ لا، انت علمي بنتك الترتيب والتنظيم، وعلميها ازاي تعمل، وانت تعبانه يا ستي تجيب علبة تونة، تجيب علبة جبنة، وتفتح وتقطع عليها طماطمية وبصلاية، ويتغدوا هما واخواتها وجوزك، وتتغدي انت كمان. يعني تحاولي على قد ما تقدري ان انت تظبطي امورك، علميها تنظف البيت، تكنس البيت كويس، تقوم يعني مش لازم ان هي تعمل كل حاجة، يعني مثلا بس تقوم كده تكنس البيت، تدلق شوية مية كده بمعطر في الحمام، يعني تروق الدنيا كده علشان الدنيا كده تظبط، وربنا كده ايه يبارك في الدنيا في البيت، ويبارك فيها وفي اخواتها يا رب ان شاء الله يعني. فانت علميها مش مشكلة، الموضوع هياخد منك شوية مجهود بس مش مشكلة. أنا عن نفسي أنا باحاول والله أعلّم ولادي على كده، مع إن ولادي يعني صغيّرين ومتعبين جدًا، بس باحاول يعني، باحاول على قد ما أقدر. مثلًا ابني الصغيّر باقول له مثلًا روح حُط ديّة في الزبالة، مش عارفة إيه، يعني هات الفوطة عشان نمسح الترابيزة بعد الأكل، الحاجات دي. باحاول إن أنا إيه، أعلّمه الترتيب، هات لي المقشة، مش عارفة، إن هو يناولني حاجات. ابني الكبير ما باقدرش عليه خالص الصراحة، بس باحاول، يعني باحاول كده إن أنا أسايسه شوية، أعمل له شوية، يعني ساعات كده إيه، فلتة كده، أمّا يجيب لي كوباية مَيّة والّا يجيب لي أي حاجة، بس أهو بنحاول مش مشكلة. يوم عن يوم العيّل بيتغيّر، ويوم عن يوم دماغه بتكبر أكتر، ويوم عن يوم يعني بيحس تجاه أهله بالمسؤولية شوية. فحاولي يعني مش مشكلة، يعني هو كل الحياة أصلًا ضغط في ضغط يعني، فمش مشكلة أمّا تضغطي نفسِك كمان في حاجة زي دي، ممكن بعدين تريّحِك. يعني ممكن بعدين، ممكن وأنتِ دلوقتي بتقولي لهم اعملوا ما يعملوش، بس ممكن لمّا أنتِ تتعبي تصعبي عليهم مثلًا، أو يخافوا عليكِ تلاقيهم قايمين من نفسهم يعملوا، بس أمّا يقوموا يعملوا وأنتِ معلماهم يعملوا إيه ويضبطوا إيه، أحسن ما يقوموا يكركبوا وما يعملوش حاجة، يعني في الآخر هيقوموا يبوظوا اللي أنتِ أصلًا كنتِ مرتباه. فلأ، يعني التعليم كويس. وغير كده لو عندِك ولد، يعني ما تقوليش لأ ده ولد وخلاص، لأ، ده يعني لمّا تخلّي ابنِك كده يساعدِك في البيت، وييجي بعد كده يساعد مراته وهي تعبانة، وهي كده صدقيني هتدعي له هي وأمها وأخواتها والدنيا كلّها. ليه بقى؟ لإن هيشيل من على أهلها برضه حمل كبير، وفي نفس الوقت هي لمّا تبقى حاسة إن جوزها بيقف جنبها في حاجة زي دي، وهي تعبانة، بيناولها كوباية مَيّة، بيعمل لها حاجة، ما بيقفقفش، ما بيتضايقش، تحسي إن يعني بيكون بيطرح كده، ربنا بيطرح في حياتهم البركة، وفي بيتهم البركة، عكس ما الزوج اللي دايمًا ينفر من زوجته وهي تعبانة، ويتعبها أكتر ما هي كده، يعني لو تعبت مثلًا يفضل ينفخ في وشها، أنتِ تعبانة، أنتِ مش عارفة إيه، أنتِ كل يوم تعبانة، الكلام ده. صدقيني والله يعني لمّا بتعلمي ابنِك على حاجة زي كده، أهي صدقة جارية. ليه بقى؟ لإنِّك أنتِ بتكسبي ثواب في بيت ابنِك بعد كده، فعلّميهم، علّمي ابنِك قبل بنتِك، بنتِك كده، كده هتتعلّم، وكده، كده هتشيل مسؤولية البيت، حتى لو كانت متدلّعة ومتدلّلة في بيت أهلها، هييجي لها يوم وهتشيل المسؤولية وهتشيلها غصبٍ عنها. الولد هيشيل مسؤوليته بس برّه، بس لمّا يراعي ربنا في بنت الناس اللي معاه وفي عياله، صدقيني دي حاجة حلوة جدًا، وحاجة إن شاء الله تكون يعني حسنة ليكِ أنتِ. لإن لمّا البنت تكلم أمها وتقول لها ده أنا كنت تعبانة، وتقول لها أنا آجي لِك، تقول لها لأ ده جوزي عمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا، دي هتدعي له ودي هتدعي له، لإن إحنا كل مادة، كل ما الواحد بيكبر كل ما خلاص يعني صحته بتروح،
فطبعًا يعني أنا دلوقتي الحمد لله شوية بصحتي، شوية كمان خلاص الصحة شوية وهتروح، فلمّا تعلّمي بقى ابنِك على كده وإنه يريّح حتى يعني كده بيريّح حماته كمان، لإن طبعًا حماته برضه بيبقى عندها بيتها وعندها ولادها الباقيين، عندها جوزها مش عارفة إيه، فأنتِ برضه بتريّحي بني آدمة تانية، وغير كده هو بيعمل في بيته، يعني ما بيعملش في بيوت الناس، هو بيته بيعمل فيه، بينضّف فيه حاجة، بيروّق فيه حاجة، بيعمل أكل، مش عارفة إيه، ده كلّه وكل ده أصلًا يعني بيخلّيه يكبر في عين مراته، وفي نفس الوقت برضه دي حسنات وثواب هو بياخدها، لمّا يتقي الله في معاملة أهل بيته دي حاجة كبيرة جدًا، جدًا عند ربنا، تمام، ويعني في أحاديث كتير أوي اتكلمت على الموضوع ده، بس بصراحة أنا مش فاكرة ومش عايزة ألخبط، فمش هاتكلم، بس أكيد أنتم عارفين، يعني أنا في حديث لسيدنا محمد يعني اللي هو كان بيقول خيركم لأهلكم، لأهلكم دول اللي هم البيت يعني بيتكم وأولادكم وزوجتك أمك وأخواتك كده يعني فاهمين؟ فهو الخير لمّا خيركم لأهلكم دي عند ربنا كبيرة، وسيدنا محمد قال يعني استوصوا بالنساء، فمش مشكلة. يعني لمّا أنتِ تعلّمي ابنِك إن هو يقف جنبِك دايمًا، طول عمره هيفضل واقف جنبِك وجنب مراته وجنب أخته، هيكون حنيّن دايمًا على ف فنصيحة يعني علّمي ابنِك إنه يكون حنيّن عليكِ، حنيّن على أخته، حنيّن بعد كده على مراته، على بنته، يعني ده بجد خير له.